السلام عليكم. مستر محمد صلاح اتكلم ازاي تتعامل مع وقت الامتحان داخل اللجنه. كده كده كنا هننزل لك الفيديو ده قبل الامتحان العربي او قبل الامتحان العربي بيوم او يومين، فهو جت من مستر محمد صلاح واتكلم فيها، فهنسيب لك الجزء ده للناس اللي ما سمعتش اللايف. طب لو انت كنت في اللايف وسامع الحته دي فخلاص بلاش تسمع الفيديو تاني او اسمعه عادي يعني. وسيبك من مستر محمد صلاح. سلام. طيب بص يا سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. صح معايا بقى، انا معايا البابل شيت بتاعه، معايا ادي البابل شيت، وهنشتغل النهارده بالبابل شيت. فنعمل محاكاه من النهارده اللي انا معايا امتحان شامل، المفروض الامتحان الشامل ده اتعامل معاه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك تركز معايا قوي بقى. ثانيه بس نجيب دي كده. بص يا سيدنا، نتفق الاول قبل ما نشتغل. لازم نحدد ان انا عندي 3 انواع من الاسئله هتقابلك. السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. لازم حضرتك وانت داخل تحل في اي امتحان عربي وغيره، اي امتحان مضاف للمجموع، الاسئله اللي انت هتقابلها 3 انواع. لا اما السؤال ده بالنسبه لي سؤال تمام، يعني تمام، انا قلت باء وانا واثق ان هي باء، انا قلت جيم وانا واثق ان هي جيم، انا قلت دال وانا واثق ان هي دال، خلصنا فالموضوع تمام. النوع الثاني من الاسئله اللي هتقابلني اسئله فيها تشابه بين اجابتين او 3، مش هنختلف، المهم ان في تشابه. شاكك ما بين باء وجيم والف، شاكك ما بين باء وجيم ودال، شاكك ما بين الف وباء بس، الف وجيم بس، ايا كان. النوع الثالث من الاسئله، الصوره مش واضحه كده؟ تمام. طيب النوع الثالث من الاسئله سؤال انا مش عارفه. مش عارفه ده يعني انا مش لامح فكرته، مش عارف فكرته، سؤال مش عارف اجابته، مش عارفه، فانا مش عارف الاجابه. يبقى لازم قبل ما اخش في الامتحان، قبل اي امتحان بحله، لازم ابقى عارف ان انا هتعرض ل3 انواع من الاسئله، لازم. وانا اسف، انا محتاج يبقى عندك برود اعصاب، لازم تبقى بارد وانت بتتعامل مع اي امتحان، وانت بتتدرب دلوقتي، وانت في امتحان اخر السنه باذنك يا رب كمان كام يوم. بس قبل ما اتكلم على كمان كام يوم، لازم عشان ابقى شاطر في برود الاعصاب ده، لازم ابقى بارد في اعصابي من دلوقتي. انا عارف ان انت بتبص الموضوع ايه، يا جماعه ايه ده، هو إيه؟ ليه الجانب النفسي؟ على فكره عايز اعرفك حاجه، حضورك النفسي وحضورك الذهني هو بيمثل عندي في العربي من غير مبالغه ما لا يقل عن 40 60% من الامتحان. ليه بقى؟ اقول لك انا ليه. المتحرر عند حضرتك كله متحرر ده بايه؟ متحرر ده بالتعبير، لان التعبير برضو متحرر محتاج حضور ذهني، متحرر بالقراءه بنوعيها، معلوماتيه وادبيه، بالنصين الشعري والنثري، بتكلم في قرب ال 50 درجه، بس هو ده الامتحان. فانت الحضور، طب هم كلهم معتمدين على ايه؟ على حضورك الذهني والنفسي. حضورك الذهني فانت مصحصح معايا، مركز، نايم كويس، فايق، مش عندك معلومات بس، لا الجزء ده محتاج فوقان. طب النفسي ان انا مش معنى ان انا شفت سؤال مش عارفه يا نهار ابيض افضل اترعش ونفسيتي تتدمر وانا كده اتدمرت وانا مستقبلي ضاع. قلبي سؤال راح لا قدر الله، انا كده كده مش هسيبه، بس انا بعرفك يعني السؤال اللي هيقابلك فيه مشكله سؤال، السؤال ده مكتوب جنبه درجه، فوق درجه اولى ولا 79؟ تغور في داهيه الدرجه 79 اولى. فانا بتعامل دايما في امتحان ثانويه عامه مع الامتحان والاسئله انا بخرج باقل الخسائر، والعبره لبارد الاعصاب ان صح التعبير. الانسان اللي بارد في اعصابه وهو بالامتحان، مش في الطباع، في الامتحان العبره ليه، المكسب ليه. فعشان كده انا من البدايه انا فاهم انا بعمل ايه، مقسم الاسئله بتاعتي من البدايه 3 انواع ومش مخضوض. في سؤال فيه تشابه، انا عارف ان انا هقابل اسئله فيها تشابه، هقول لك هعمل فيها ايه. عارف ان هقابل، ممكن الاقي اسئله انا مش عارف اجابتها، دماغي قفلت، مش عارف الاجابه، وارد وطبيعي. نعمل ايه بقى؟ كتبت الحاجات دي انت في نفسك؟ وانا بحل انا هفتح حضرتك بمجرد ان شاء الله باذن الله ما تستلم ورقه الاسئله والبابل شيت، هتستلمهم بالظبط الساعه 9. لو ما فيش اي تاخيرات عندك في اللجنه واللجنه ماشيه مسطره، هتستلمهم 9 9 و5 عقبال ما الراجل يلف اللفه بتاعته ويسلمك، فعقبال ما توصل لك الورقه بالكتير قوي 5 و9 وتملى بياناتك، يبقى بنتكلم في 9 و10، فبنتكلم في كده 10 دقائق راحوا. ها
بس احنا رايحين في حاجات ما لهاش لازمه. ماشي، بقى عند حضرتك ساعتين و50 دقيقه. الساعتين و50 دقيقه دي في بابل شيت حضرتك بتعلم فيه، مش مدي اخوانا ان بياخد وقت، وخاصه ان انت بتعلم فبتنقل فانت خايف تغلط، فغالبا البابل شيت هياخد منك من 10 ل 15 دقيقه. ممكن ناس تاخد اكتر، وانا اعلمك ازاي تخلي البابل شيت ما ياخدش منك بالكتير قوي 8 دقائق، بس هنقول دلوقتي المتوسط من 10 ل 15. هتكتشف هنا ان متبقي ليك تقريبا ساعتين 35 دقيقه. الساعتين 35 دقيقه دول صافي وقت بجد، عشان بس ما نفضلش نجمل الموضوع وتتعامل مع الوقت ان انا معايا 3 ساعات. لا، هم مش 3. خلينا بس نحط الامور في مواضعها. الساعتين 35 دقيقه دول بنقسمهم ازاي؟ بنقسمهم ساعتين و10 الباقي. الساعتين و10 دول انا بحل الامتحان كله بالتعبير. طيب المتبقي ال 35 دقيقه المتبقيين من 30 ل 35 دقيقه دول انا براجع الامتحان. وعشان برضو ما نقولش كلام مثالي ولا نقول كلام غير قابل للتنفيذ، لما نقول راجع الامتحان انا مش قصدي المراجعه الساذجه السمجه بتاعت اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه اعدادي، اللي هو المراقب كل شويه يقول لك يا ابني راجع يا ابني، فانت تقوم ماسك الورقه تفضل تبص في الورقه، الاجابه السؤال الاول الاجابه الثانيه ج، الاجابه الثالثه انا خلص راجع في 5 دقائق. شطور، برافو عليك. انت كده بتعمل ايه؟ اللي انت بتعمله ده انت تتاكد ان انت مش سايب اسئله. دي ما اسمهاش مراجعه. كنت انت جميل، دي ما اسمهاش مراجعه. هتراجع يعني تحل السؤال من اول وجديد. طيب ماشي، يلا نراجع الامتحان كله عشان نبقى صراحه. انت مش هتلاقي وقت تراجع الامتحان كله. مستر انت بتقفلها في وشي ليه؟ انا بعرفك الواقع اللي هيحصل بدل ما تعرفه بعدين، فانا بعرفه لك من دلوقتي عشان نخلص. مش هتلاقي وقت تراجع الامتحان كله، مش هتلاقي. ولو ده حصل فممكن استثناء مع بعض الطلبه الخارقين، طالب متوسط فوق متوسط شاطر مش هيلاقي وقت. حل الموضوع ايه؟ حل الموضوع سكه ودغري اللي انا بقول لك عليه. انا بصنف الاسئله 3 انواع. السؤال التمام ده اعمل حسابك ان بنسبه 90% مش هتلاقي وقت ترجع له، ومش هرجع له، فانا بالتالي مش هراجعه، مش هلاقي وقت. لو انت هتلاقي وقت تحل الامتحان كله، يعني مراجعه، يعني هحل سؤال من اول وجديد، هحل 55 سؤال من اول وجديد في 35 دقيقه. يا عم وريني كنت حليت الامتحان في 35 دقيقه. ما انت هتفكر في كل سؤال من اول وجديد. خلاص تمام. فبناء عليه الكلام الواقعي العملي بقى، السؤال التمام اللي انا معلم عليه انه تمام ده انا ممكن ما ارجعلوش تاني. هرجع له لو متبقي وقت، خلصت المراجعه بتاعتي اللي انا عايزها الحقيقيه، والله عندي وقت فراغ، ما تقعدش قاعد بقى، ما تقعدش فاضي، ارجع راجع دول. طيب امال انا هراجع ايه بقى ان شاء الله في ال 35 دقيقه دول؟ لو فعلا تبقوا لي من 30 ل 35، لازم يتبقى من 30 ل 35 باذن الله. لازم تراجع. اراجع ايه طيب؟ هتراجع هذه الانواع من الاسئله لان كده هتقابلك. في اسئله هتقابلك فيها تشابه. اي سؤال هيعدي عليك انت شاكك ما بين اجابتين، السؤال ده تعمل ايه؟ بمنتهى البساطه علم على الاجابه اللي انت شايفها صح. انا مرجح ان باء 60% صح من وجهه نظري، 70% صح. جيم انا شاكك نسبه 20-30، اعمل ايه؟ اختار الاجابه باء. ثم تيجي عند السؤال ده تعلمه بعلامه انت مجهزها من البيت وعارف انت تعلم السؤال اللي فيه تشابه ايه. مثال، علمه تعجب، مش في البابل شيت، في ورقه الاسئله. ورقه الاسئله اللي هي معذره اللي هي دي بالقلم الرصاص. السؤال 2 مثلا، انا شاكك ما بين الاجابه باء والاجابه دال، شاكك مع اني برجح الاجابه باء او عامل صح على الاجابه باء، واقوم جاي هنا عند السؤال هنا حاطط علامه تعجب. طب افرض انا مش شرط تحط علامه تعجب، انا مش عايزك توحد العلامه عشان ما تبقاش سين ما بيننا عشان مصر كلها معايا، فمش عايزين يبقى كله بيعمل علامه تعجب يبقى معروف، لا نغير. واحد يعمل يه بطه ووزه، انت حر اعمل اي شكل، اعمل دايره، اعمل مثلث، اعمل اي سين ما بينك، اعمل شرطه، اعمل اي حاجه. خلاص تمام. السؤال اللي انا مش عارفه انا مفيش اجابه معلم عليها، عادي وطبيعي. طبيعي مش عشان انت مش عارفه، طبيعي وانت مضطرب تحل امتحان يقال ان هو بيحدد لك مصيرك العلمي او الدراسي. متوتر لان حضرتك تحت ضغط مهول، تفكر في حاجات جايه، تفكر في الامتحان، فذهنك مش بكامل حضوره. فعادي لما تقابل سؤال بهذا الشكل ده طبيعي. طب قابلته بهذا الشكل، اتعامل مع الموضوع بشطاره. اتعامل معاه ازاي؟
السؤال اللي يقابلك كده في اول 30 ثانيه 40 ثانيه بالكتير لقيت السؤال مقفول ودماغك مش عارفه تروح فيه يمين وشمال، السؤال ده لازم تسيبه. اضحي بيه يا لا، سيبه، هنرجع له تاني في الدوره الثانيه بتاعه المراجعه، سيبه عشان هيضيع لي وقتي. ليه يا جماعه؟ هو انا قلت لك الامتحان هياخد ساعتين صح؟ عارف الساعتين دول رايحين فين؟ الساعتين دول رايحين كده بالظبط. ها، انا معايا 54 سؤال ثم سؤال، السؤال الاخير ده سؤال تعبير، ده ياخد مني وقت شويه. ال 54 سؤال ما بين اختياري ومقالي، 51 اختياري 3 مقالي فيهم. المفروض الاسئله دي تاخد مني دقيقتين 2 دقيقه ان صح، يعني اللغويه ما ينفعش اقول 2 دقيقه، بس انا بقول لك بالعاميه. المفروض كل سؤال ياخد دقيقتين بالقراءه بتاعه النص، بالقراءه بتاعه القراءه. يعني انت لو عايز تقرا القراءه تسحب 30 ثانيه من كل سؤال، عايز تقرا النص تسحب 30 ثانيه من كل سؤال، فكده بالقراءه كل سؤال ممكن ياخد لك قد ايه؟ ساعه، معذره دقيقه ونص. كده هتبذل وقت قد ايه؟ ساعه الا 12 دقيقه. طب ساعه الا 12 دقيقه، التعبير المقالي ياخد 12 دقيقه، الاجمالي ساعتين. طب انا لو فضلت سؤال اتحداه، عشان بعض الطلبه بتقع في فخ الشطره تعمل ايه؟ تقول لك السؤال ده انا هو، يعني ايه لا انت يا هو؟ ينفع كده اعمل كده في البيت في الامتحان؟ لا، يعني انا السؤال ده وانا بحله انا لازم ادور على الفكره، ان شاء الله اضيع 5 دقايق في امتحان اخر السنه، ما ينفعش، مستحيل. ليه؟ لو قعدت في السؤال 5 دقايق هيسمع في السؤال اللي بعده، كده كده هيأثر على حاجه. فانا هعمل ايه؟ اي سؤال هعدي عليه 30 40 ثانيه الدنيا مقفوله في وشي، عدي 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 سيبه. استاذ ده انا ممكن اعدي على 6 اسئله من النوع ده، سيبها. ده انا ممكن اعدي على 6 اسئله متشابهه، سيبها، عادي عادي عادي. يوم انا كده الامتحان فاضل له ايه؟ ده 12 درجه، في منهم كام سؤال بدرجتين مستقبلي، يلا اصبر يلا ما تتعصبش، ما انا معايا 35 دقيقه سايبهم للمراجعه، عشان كده هرجع احلهم بتأني، بس اضمن بقيه الامتحان، اخرج باقل الخسائر. ضمنت يابا الجزء الاكبر، ال 60 ال 65 درجه انا بلعب مع ال 15 دول اللي متبقيين، اللي هم ب 12 سؤال مثلا. تعالى يا باشا انا وانت قاعدين، فانا ضمنت الكتير، لكن عشان اضمن القليل اضحي بالكتير. خلاص تمام. ما احنا هنقول دي عليها في الاخر، هنتكلم في الحته دي في الاخر. انا وانا بغير اجابه يا عم عبد الله، انا رشحت اجابه باء، قلت الاجابه بتاعتي باء، وانا براجع وهيقابلني ده في النقطه الثانيه اللي هو السؤال رقم 2 اللي هو التشابه. السؤال التمام يا عبد الله ما ينفعش اغيره، خلينا نعدي كده. السؤال التمام ممنوع اغير الاجابه بتاعته، اغير الاجابه بتاعته في حاله واحده بس، ايه هي؟ معايا دليل علمي واقعي ان الاجابه مش باء جيم. لو معاك دليل علمي واقعي منطقي غير قابل للنقاش، معلومه ده انا كنت ناسي ان دي سمى وسمت واللي بعدها مبتدا مؤخر وسمى هنا بمعنى هناك، ده دليل ايه؟ علمي منطقي، يبقى اختار الاجابه فعلا غيرها. عندك احساس لو وقفت على دماغك وفضلت تحزق ما تغيرش الاجابه، الشيطان مش هيسيبك، هيقول لك يالا في تركه يا عبيط، يا عبيط ده انت عشان دماغك نضيفه اخدت بالك، يالا يا عبيط. السؤال ده سؤال سهل سؤال صعب، انا ممنوع اغير اجابه في السؤال التمام، طول ما السؤال تمام ممنوع اغيرها، هغيرها في حاله واحده. لازم دليل ايه؟ لازم دليل علمي. عندك دليل علمي يابا؟ لا بس حاسس، ماليش دعوه، فليذهب احساسك للجحيم. وتعود نفسك من دلوقتي تعمل كده، واياك ثم اياك تقول لي ايه؟ افرض. الحياه لا تعاش بالحظوظ، اللي هو ايه؟ ما هو ممكن نفضل بقى نقول ممكن ابقى غني، ممكن الاقي شنطه فلوس، ممكن دي كلها افتراضات. الحياه لا تمشي بالافتراضات، الحياه تمشي بالايه؟ بالمنطق والعلم. خلاص تمام. تاني نوع من الاسئله اللي هو الاسئله المتشابهه، انا محتار ما بين اجابتين، ارجح بناء على الجانب العلمي مش النفسي. ايه الدليل العلمي اقوى؟ الاجابه باء، يبقى الاجابه باء ما تغيرهاش، لان مين اللي معاه الدليل العلمي؟ باء، ما ينفعش اروح لجيم. طب لو انا مش عارف الاجابه اصلا انا مش هختار لاني مش عارف، فبالتالي اللي انا هقوله مش هختار فيه، فاهم انت؟ يبقى القاعده العامه امتى اغير الاجابه؟ دليل علمي منطقي. دليل نفسي شعور، اياك ثم اياك تغير الاجابه وسيبها غلط. يا عم انا حاسس يقينا، قلبي بيقول لي، ماليش دعوه بقلبك، عندك دليل علمي، لا يبقى اللي انت معلم عليه سيبه، ما تغيرش الاجابه. خلاص يا عمنا تمام، يلا نطبق، يلا نعيش الواقع. بسم الله، يا رب قدر لنا الخير. طب معلش يا عم عبد الله، معلش ادام احنا بنتكلم في الحاجات دي من دلوقتي، المفروض احنا كنا بنتكلم في التفاصيل دي امتى؟ في ليله الامتحان. طب انا ليه بتكلم عليها دلوقتي؟ عشان لما اشرحها لك ليله الامتحان، ودي نقطه احنا كنا بنقع فيها بصراحه قبل كده، الطالب هيبتدي يطبق امتى؟ في الامتحان، هيطبق بكره في الامتحان. لا يا قلبي انا مش عايزك تطبق في الامتحان، عايزك تطبق النهارده
في الشامل اللي هتحله مع نفسك، وعايزك تطبق بكره في الشامل اللي هتحله مع نفسك، وعايزك تطبق بعد بكره، بحيث ان حضرتك داخل الامتحان انا متدرب على السيناريو اللي انا محفظه لك معايا. فمش داخل تجرب في الامتحان، لان الانسان لما يكون بيجرب حاجه لاول مره في حاجه مهمه مش هيعرف يجرب لان مستقبله خلاص. فعشان كده انا بتكلم في ده النهارده، واتكلم في بكره، واتكلم في بعده، نفضل ناكد عليه كل يوم مع بعض. طيب ابدا بايه يا عم عبد الله؟ هبدا بحاجه من الاثنين قولا واحدا. انا جامد في النحو بنسبه 90%، درجاتي في النحو بتعدي 90%، قولا واحدا ابدا بالنحو. يبقى البدايه ابدا بايه؟ طب ده يا عبد الله هيفرق؟ انتوا بتعملوا حوار ليه يا مدرسين؟ انتوا شويه مدرسين هتفرق في ايه؟ ما انا كده كده هحل الامتحان كله. تفرق في ايه يا عم عبد الله؟ انا مش تمام في النحو، انا هقول لك اللي هيحصل، وهقول لك اللي بيحصل مع اي طالب وكان بيحصل معايا وانا طالب حتى في الكليه. انت مش تمام في النحو، رحت بدات بالنحو وانا مش تمام، ايه اللي حصل؟ هيقابلك 3 4 5 اسئله تك 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 تك، انت قفلت من الامتحان. انت رايح تحل متحرر، انت ولا نفسيتك معايا ولا ذهنك معايا، انت عمال تحل تقرا النص ودماغك فين؟ مستقبلي ضاع. طب النحو اللي راح ده، طب اعمل ايه؟ طب كانت دي ولا دي؟ وانت مش معايا. مع ان المتحرر انا عايز ايه؟ حضورك الذهني والنفسي. لان المتحرر ثغرته فين؟ ما بيذاكرش، هو بيعتمد ان انت فاهم ومتدرب، زائد ذهنك حاضر. عارف انت عم عبد الله لما تقول لي كلمه وانا مش نايم كويس، وتيجي ترمي لي كلمه انا هرد عليك، بس مش هرد عليك بحضور ذهني. عارف الحضور الذهني؟ ان انت تقول حاجه اعرف ارد عليك بسرعه، ده اسمه حضور ذهني. حضور الذهني ده بيجي امتى؟ بيجي وانا مركز. طب انا سرحان في حاجه مش هعرف ارد عليك بحضور ذهني. عشان كده وانا سرحان او اي حد سرحان تيجي تكلمه ولا ترمي له افيه ما يعرفش يكمله لك، هيكمله لك لو هو حاضر. خلاص تمام؟ ده هنتكلم في النوم والحته دي، بس انا بكلمك يعني لازم يبقى ذهني حاضر. ذهني مش هيبقى حاضر لو انا نفسيتي اتدمرت في اول نص ساعه. عشان كده اول نص ساعه 45 دقيقه في الامتحان هم اهم وقت بالنسبه لي، اللي هو الحفاظ على النفسيه. انا عايز نفسيتي ايه؟ كده انا تمام، الامتحان تمام، بس خلاص انا كل اللي جاي مش مهم، الامتحان مش ازمه، بس النفسيه بتاعتي لو نزلت الدنيا، العادي مش هيبقى عادي، والسهل مش هيبقى سهل، والطبيعي مش هيبقى طبيعي. عشان كده انا عايز نفسيتي لمده ساعه الا ربع، اول ساعه الا ربع فوق، لو ده حصل وتجاوزناه الامتحان خلص. تمام. فانا البدايه بتاعتي فين؟ حاجه من الاثنين، لا اما ابدا بالنحو في حاله ان انا 90% او اكتر فيه، بغلط سؤال 2 بالكتير قوي، يعني ابدا بالنحو. السؤال الصعب في النحو اللي مقفول سيبه، خليك ناضج بقى، سيبه، مفيش حاجه اسمها مستقبلي هرجع له تاني. السؤال اللي فيه تشابه حله بالتشابه، وعلم عليه العلامه اللي اتفقنا عليها اللي انت هتحددها، بس اهم حاجه علامه التشابه غير علامه اللي انا مش عارفه، لان في اخر نص ساعه هعمل ايه؟ هرجع اراجع الاسئله دي بس. سبت كام سؤال يعني يا عم عبد الله؟ 12 سؤال، 6 و6 12 سؤال في 30 دقيقه، يعني كل سؤال هياخد في حدود دقيقتين، دقيقتين ونص. رضا ده زي الفل، ما هو ده اللي انا عايزه. ده انت اديته حق او وقت اكتر من الوقت الطبيعي، يبقى كده انا ماشي مظبوط. بس لازم الوقت امشيه مسطره زي ما انا بقول. طب امشيه مسطره ازاي؟ ما اعرفش بقى. البس ساعه الكترونيه ممنوعه، البس ساعه عاديه، روح اشتري اي ساعه تعبانه من اي مكان، المهم ان تلبس ساعه. خلاص، بدل ما كل شويه تسال المراقب الساعه كام، البس ساعه، اليوم ده لازم يبقى معاك ساعه. اتفقنا؟ ما بتفهمش في الساعه، عشان في ناس ما بتفهمش في الساعه، هات ساعه بالارقام اللي هي مش عقارب. اتصرف، لازم، ما بهزرش يعني، دي حاجات تبدو مش منطقيه او يعني مبالغه، ده واقعي، لازم يومي يبقى مسطره. طيب انا مش تمام في النحو يا عم عبد الله، هبدا بالمتحرر. لو انا تمام في المتحرر، انت تمام في ايه؟ تمام في النحو، ابدا بيه. ما تقوليش انا تمام في الادب ابدا، لا مش هنفضل ننقي النحو لانه بالك كبير عليه درجات، فانا عايز اضمن انا لو عديت من النحو هحس ان ايه، 22 درجه، خدت كده ثقه، وفي نفس الوقت الجزء الاصعب بالنسبه لي عدى الحمد لله، الباقي متحرر هعيش معاه. عديت المتحرر، اوف، ده القراءه الواحده ب 21 درجه، فلو عديت منها بس خلاص الحمد لله، فاضل لي النص والادب والنحو، فهتحس ان انت انجزت شيء، ربع الامتحان خلص، سواء بدات بهنا او بدات بهنا. فانت مطلوب منك لا اما تبدا بالنحو لو انت جامد فيه، او تبدا متحرر لو انت جامد فيه. طب انت مش جامد في حاجه، ادعي ودوس، ادعي بقى. صح يا محمد؟ مش والله ما هو مش هينفع غير الدعاء. ادعي بقى، اصل ما واحد يقول لك طب افرض انا مش جامد في حاجه، ادعي. هنعمل ايه طيب؟ المهم خلاص،
طيب فانا هعمل ايه دلوقتي يا عم عبد الله؟ هعتبر ان انا مش جامد في النحو، هعتبر ان انا كمحمد، مع ان انا كمحمد انا هبدا بالنحو قولا واحدا لان انا عارف مستواي في النحو. بس هنفترض ان انا جامد دلوقتي، انا لو طالب ثانويه عامه، لا يا عم انا عندي النحو، هبدا بالايه؟ بالمتحرر. يبقى يلا نبدا بالمتحرر. امشي بالمتحرر قراءه ولا نصوص؟ يا باشا اللي انت جامد، في حد بيحب القراءه، في طلبه بتحب القراءه ابدا بالقراءه، في طلبه بتحب النصوص ابدا بالنصوص. انا ابدا بالقراءه عشان احافظ على ترتيبه الامتحان.